السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا المشكلة اللي ناس كتير بتشتكي منها، ريحة الحمام وحشة ليه؟ طبعا ريحة الحمام بترجع لأن البرقع هنا مش راكب زي ما احنا شايفين اهو. المفروض البرقع ده بينزل في غاطس أو خدام مية من تحت، بحيث إن الماسورة الأربعة بوصة اللي هي بتاعة البراز بتاعة الصحي دي بتنزل ريحة عن طريق الفتحة الاتنين البوصة اللي موجودة هنا. لو مفيش برقع هنا بينزل المية السخنة بتنتشر في الحمام من خلال المدخل بتاع البرقع. طبعا انت مفيش برقع زي ما احنا شايفين اهو، السخونيه كلها هنا. طبعا طالما ركب البرقع خلاص مفيش اي تهويه او ريحه غازات، فبتلاقي ريحه الحمام بتاعتك كويسه، ما فيهاش اي مشكله. مفيش البرقع اللي راكب دوت، اعرف على طول ان الحمام هيبقى ريحته سيئه على طول مدى الحياه، وانت مش عارف الريحه دي اصلا جايه لك منين. فالريحه دي بتيجي بسبب ان البرقع ده مش راكب. مش موجود، مش هلاقيه. طبعا احنا رحنا اشترينا دلوقتي واحده اهي جديده عشان ناخد منها القطعه دي. ده ما يرضيش ربنا طبعا، لان كل واحد